هناك الكثير من التفاصيل، وأنا أقدر موقف حضرتك كأمين عام لجماعة الدول العربية التي هي في نهاية المطاف يعني جماع إرادة الدول العربية مظبوط. أعضائها. لكن في نفس الوقت لو تحدثنا عما تحدثتم عنهم الآن، السماح للصحافة الدولية على سبيل المثال، كويس. لم نسمع أن النظام السوري الفندق الذي كان فيها رئيس فريق المراقبين والعدد من المراقبين الموجودين في دمشق كان في BBC وكان في CNN. هناك ايضا يقتلون، هناك لا واحد اطلق عليه النار حقيقي، حصل وهذا بيحدث في كل مكان وهم غير مسؤولين عن هذا. وللعلم يعني كثير من المراقبين كانوا في اماكن وفيها اطلاق نار، يعني كانوا معرضين حياتهم للخطر، وليس كل جميعهم معهم يعني اجهزه كافيه لحمايتهم، فهم عرضوا حياتهم للخطر ولا زالوا يعرضون حياتهم للخطر. لكن وجودهم مفيد نعم، وبقدر معين، بقدر معين ما فيش شك، لان الغرض الاساسي هو انهاء العنف. لكن المهم العنف لا زال مستمر، وتيرته قلت لكن لا زال مستمر، وهذا غير مقبول، وهذا غير مقبول. لكن الجامعه العربيه قررت حاجه هامه امس. في البدايه كان التوجه العام ان لا دخول في عمليه سياسيه حتى يقف العنف تماما. بعد الفتره الطويله وبعد المراقبين موجودين حقيقي 20 يوم ولا 21 يوم ولم ينتهي العنف، يعني توصلت المناقشات الى انه لابد من البدء من الان في العمليه السياسيه. العمليه السياسيه يجب ان تبدا وعلى اكثر من مستوى معين، انه امين عام الجامعه العربيه طلب منه تعيين مبعوث خاص، وانا حاليا بتشاور مع عدد من الدول، وربما باكر او قبل نهايه هذا الاسبوع سوف يتم تعيين مبعوث يتوجه الى سوريا، يتحدث مع الحكومه، يتحدث مع اطراف الداخل والخارج، اطراف المعارضه في الداخل والخارج. الهدف انه عقد اجتماع لهم جميعا، وبعد ذلك هناك خطه موجوده بمطالبه بانشاء حكومه وطنيه وامور كثيره متعلقه بذلك، ان الرئيس يفوض نائب الرئيس بالاشراف على هذا الموضوع. خطه نستطيع ان نقول انها شبيهه بالخطه التي استخدمت في اليمن. تشبه الخطه ونجحت في الاخر. يعني في احيان كثيره جدا كان الجميع وانا منهم بنجد انه موضوع اليمن ده رايح فين. واكثر من مره في الشهور الاخيره، انا تسلمت العمل هنا في يوليو الماضي، لا يمر شهر ويمكن اقل الا ما اتحدث مع المسؤولين اليمنيين، كان يقال لي انتظر لان في مبادره يمنيه، مبادره خليجيه، وهناك في مبعوث للسكرتير العام. لا نرى طرف اخر يدخل في هذا الموضوع، ربما يؤجل الامر، لكن انتهت على خير، يعني انتهت على خير.